أكدت العديد من المصادر الصحفية في السعودية أن نادي الشباب السعودي وضع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ضمن قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت نفس المصادر أنه رغم عقد زياش مع النادي الإنجليزي المستمر إلى غاية صيف 2025 إلا أن رغبة البلوز تشيلسي في عدم اعتماد على زياش الموسم المقبل ستعجل برحيله قبل إغلاق السوق الصيفية. ومن جهته كشف الصحفي السعودي سالم الكليب عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الشيخ الأندية السعودية يرغب في التعاقد مع اللاعب خط وسط المنتخب الوطني المغربي، ورصدت مبلغ 20 مليون يورو للتعاقد معه في انتظار موافقة الفريق الإنجليزي. ولا يزال مستقبل الدولي المغربي حكيم زياش غامض في سوق الانتقالات الحالية رغم عدد من الصحف التي ربطته بانتقال لعديد الأندية كنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي روما الإيطالي. ما هو رأيك في صفقة زياش؟ هل هي حقا إيجابية للاعب وإيجابية للمنتخب المغربي؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات.